السلام عليكم بنات، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم فيديو ديالي في احسن وافضل الاحوال. اليوم جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده. وان شاء الله جيت نشارك معكم حلوه الرخامه. كتجيب مقادير مضبوطه، كتجي غزاله تبارك الله، اللي طاقه كيحماق عليها. كملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على طريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا عندي كيلو ديال الكاوكاو اللي محمر ومقشر كما كتشوفوا معايا، حمرته مزيان. بالنسبه للكاوكاو يمكن لكم تستعملوا كاوكاو الحمر او الكاوكاو الغليظ. غادي نطحنهم في الهاشوار كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا معايا، من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالنا، هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. ما كنيلوهش بزاف، كنخليوه شويه. الحبيبات ديالو كيجيو باينين، ما كيجيوش مطحونين بزاف. انا غادي نديرو في واحد الاناء، وغادي نكمل الطحين ديال الكاوكاو اللي بقى ليا. كما شفتوا معايا، من بعد ما طحنت الكاوكاو غادي ناخذ 5 ديال العلب ديال البسكوي. هذا هيرنيس، اولا يمكن لكم ديروا حتى صابلي، يعني اي بسكوي كان عندكم. شفتوا معايا كندير 5 ديال العلب، ويمكن لكم ديروا حتى اكثر. صافي، حتى هما بنفس الطريقه غادي نطحنهم في الهاشوار. ومن بعد ما طحنت البسكوي ديالنا هكذا كيرجع، غادي نديروه في واحد الاناء. وغادي نحطوه على جنب. هنا غادي ندوزو ناخذ واحد القصريه اللي غادي نخلطو فيها. غادي نديرو فيها كاوكاو اللي طحنا، غادي نضيفو عليه البسكوي اللي طحنا حتى هو. ومن بعد غادي نضيفو معلقه صغيره ديال القرفه اختياريه، وغادي نجمعوا الخليط ديالنا بالعسل. نبقاو نضيفو العسل بشويه بشويه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. بالنسبه للعسل ما تضيفوش دفعه واحده باش ما تجيكمش الحشوه ديالكم ديال الكاوكاو والبسكويت يعني خفيفه، غير بشويه بشويه حتى تجمع لينا. بعد ما رجعت لينا الحشوه ديالنا معلكه كما كتشوفوا معايا، تلبس لينا ديك الكاوكاو والبسكوي كاملين بالعسل. حطيتهم على جنب وخديت ورق الطبخ. هنا غادي ناخذ واحد الاطار اللي عندي كبير، الا ما كانش عندكم فغديروا غير على ورق الطبخ بوحديته. غادي نخوي الخليط ديالنا.
من بعد غادي نحاول نوزعو على الاطار ديالنا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا معايا كنوزعو مزيان مزيان. هنا غادي نحيد سباتول وغادي نحاول نخدمو غير بيدي. كما كتشوفوا معايا غادي نحاول نقدها مزيان مزيان حتى يولي لنا الوجه ديالها مقاد. من بعد ما سرحتها مزيان مزيان كناخذ واحد المعلقه وكنبقى نخدم بها بهذه الطريقه هذه على الوجه ديالها، راه كيزيد يتقاد لينا الوجه ديالها مزيان وكيولي لنا رطب. من بعد ما قدنا على الوجه ديالها مزيان، دابا ذوبنا الشكلاط الكحل، ويمكن لكم تستعملوا حتى الشكلاط الابيض اللي بغيتو، كيبقى لكم على حسب الرغبه. غادي نديروا نصف الكميه عفوا، غادي نخويوها في الجهه الاولى بهذه الطريقه هذه. كنوزعها مزيان مزيان على الوجه ديالها. بعد ما قدينا الشكلاط ديالنا مزيان غادي نحاول نبقى نضربو بهذه الطريقه هذه باش كيتقاد لينا مزيان وكيولي لنا كيبري. صافي دابا غادي نخليوه ينشف غير فوق سطح العمل، ما تدخلوش نهائيا الثلاجه، حيت ملي كتدخلوها للثلاجه كتبقاو تقطعوها كيبقى يتشقق لكم الشكلاط. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما نشفات لينا الاولى غادي نحيدوا الاطار ديالنا وغادي ندير قطعه ديال ورق الطبخ وغادي نقلب الوجه الثاني ديال الحلوه ديالنا بهذه الطريقه هذه. غادي نزول ورق الطبخ اللي درنا في الاول وغنرجع الكادر ديالنا صافي، وغادي ندير الطبقه الثانيه ديال الشكلاط. بالنسبه لهنا القياس الشكلاط اللي خدات ليا هاد الحلوه فكتاخذ لنا بكيه ديال الشكلاط ديال كالا، هو اللي استعملت انا. كما كتشوفوا معايا نصف الكميه اللي بقات ليا غادي نوزعها مزيان على الوجه الثاني. وبنفس الطريقه حتى هي غادي نبقى نهز بهذه الطريقه هذه ونضرب مع سطح العمل باش كيتقاد لينا الوجه ديالها. من بعد غادي ندير شويه ديال الشوكولاته البيضاء في واحد الكورني وغادي نبدا نخطط بها بهذه الطريقه هذه. قبل ما يجبد لكم الشوكولاط الاسود يعني خصكم ديروا الشوكولاط الابيض. صافي غادي نبقى ندير لها هذا الشكل هذا بالطريقه ديال الملفاي. الطريقه راه سهله وواضحه كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نخليوها حتى تنشف. كما قلت لكم انا كنخليها تنشف غير فوق سطح العمل، ما كنديرهاش في الثلاجه باش ما كيتشققش لينا الشكلاط فاش كنجيو نقطعوها. انا كما كتشوفوا معايا من بعد ما نشفات لينا الحليوه ديالنا فغادي نحيدها من الاطار صافي باش نبدا نقطعها. كناخذ نفس العبار وكنبداو نقطعو بهذا الشكل هذا، راه دغيا دغيا كتقطع. كما كتشوفوا معايا كنقطعها كامله الاشريط على هذا الشكل هذا.
من بعد ما كملت تقطع ديال الاشرطه ديالنا غادي نقطع بهذا الشكل، هذا شكل معين. الا بغيتو تقطعوها لشكل مربع فقطعوها. كما كتشوفوا معايا الشكل ديال الحليوه ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي رائعه، وحتى البنه ديالها راه كتجي بنينه بزاف. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديالنا كامله. هنا بالنسبه الى بغيتو تخليوها بحال هكذا خليوها، ولا بغيتو ديروها في الكويغطاس فكتجي زوينه في المنظر ديالها في الكويغطاس. هنا غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نكمل تقطع ديال الحليوه ديالنا، ومن بعد ما كنقطعها كنديرها في الكويغطاس ونحطها على جنب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا. كما كتشوفوا ديال الرخامه من بعد ما قطعتها راه كتجي اكثر من رائعه، كتجي زوينه بزاف، لا في المنظر ولا في المذاق، كلشي كيحماق عليها الكبير والصغير. وكما كتشوفوا معايا الطريقه ديالها راه سهله، بدون فرن بدون تعقيدات، كتجي اكثر من رائعه. يعني بالنسبه للمبتدئات فيمكن لهم يديروها حتى يقرب هكذا العيد او تكون عندهم شي مناسبه، راه دغيا دغيا كتوجد معاهم، يعني ما كديش معاهم وقت طويل. فكنتمنى من الوصفه اللي شاركت معكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، والحليوه الرخامه اللي شاركت معكم تكون عجباتكم، والفيديو يكون خفيف على قلوبكم.
لو وصلتوا حتى لنهاية الفيديو وعجبكم بطبيعة الحال فضلا وليس أمرا، ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الأحباب والأصدقاء. وحتى لأول مرة كتزور قناتي كنتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله يا ربي.